دكتور طارق، شو في ديالا؟ أيهم حرارته كتير مرتفعة. بعرف هالشي، إن شاء الله من هون للصبح بتكون نزلت. بركي ما قدر يتحمل. نحن عملنا كل شي بنقدر عليه. مسكين هالولد، ابن مين؟ هذا أبوه بيكون عمر آغا من ضيعة فرقنيز. طيب ليش أبوه ما أجا معه؟ بصراحة أبوه ما بيعرف إنه عنا. شو هالحكي؟ جبته من دون ما تخبر أهله بهالشي؟ ايه، أنا خطفت الولد. لك حنان، انت كيف تروحي لعند عمك؟ ما بتعرفي انه هذا مو اخي؟ ها؟ لك كيف تروحي لعنده وانت بتعرفي هالشي؟ تعي عم بحكي معك. ما بدك تردي؟ طيب على راحتك. انت كذبت علي. امي مو ميتة. شو بدك يعني اقول لك يعني؟ فهميني. امك تركتنا، هربت هي وعشيقها. ارتحتي هلا بعد ما عرفتي الحقيقة؟ ليش خبيت عني كل هالسنين؟ أنا غلطت، كان لازم أقول لك من الأول، بس ما قدرت يا بنتي. خفت إنك تكرهيها لأنه تخلت عنها، نسيت بنتها وتخلت عن جوزها. شو رأيك بأمك هلا؟ لك وطت راسي هي. عرفتي الحقيقة؟ لك أمك تركتنا، هربت هي وصاحبها. انبسطتي هيك هلا؟ بتعرفي ليش ما كان بدي أقول لك؟ مشان تضلي تحبيها، مشان تضلي تزوري أبرة، تبكي علي، عم تفهمي علي. أعرف إنك تضايقتي هلا، بس هاي الحقيقة. خلص اعتبريها ماتت. حبيتها كثير والله، بس هي تركتني. سامحيني بنتي. وين اختفى الصبي؟ شلون هيك صار؟ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين. آمين. ولا الضالين. آمين. الله يوفقكم يا ابني. هلا اول ما بتخلص العسكريه ويعطوك الهويه تبعك بتجيب ابوك وامك وبتجي تكتب كتابك على البنت، وبعدين بنسوي لكم العرس إن شاء الله. إن شاء الله. منين رح نلاقي احسن منك؟ ايه مزبوط. ان شاء الله الف مبروك ابو حميد. شو بقى؟ هلا ابي صار مثل ابوك. يلا بسرعه روح بس له ايده. هات ايدك بابا. الله يرضى عليك يا ابني. شكرا بابا. يعني أنا هلأ صرت واحد من العيلة. الله يرضى عليكي. طبعا صرت واحد منا، الحمد لله. ايه هلا اليوم رح تضل عنا، وان شاء الله بكره بتروح وبترجع على قطعتك. شو هالحكي؟ يعني لسه معنا اجازه 5 ايام؟ لك ابني انت بتعرف اهل الضيعه، اذا عرفوا انه محمد تركي ليقيموا قيامته. لك زكو، زين لعندي بسرعة. ما بدي حدا يجي معي، خليكن هون. زكو سكري باب الغرفه منيح. طيب. شو طرشت الزين لعندي بسرعة. امور يا اغا،
لك يا زلمه بالبيت. شو؟ طفل صغير وهو اصلا مريض، لوين بده يروح؟ هلا من كل عقلك عم تسالني؟ لو بعرف ما كنت جيت لعندك. فهمني كيف صار هالشي؟ شلون هيك بيختفي؟ ليش انتم ما كنتوا بالبيت؟ ما هذا الشيء رح يجنني، بعلمي انه الولد نايم بغرفته، انفقت الصبح ما لقيته. لك لوين راح؟ شو هالحكي هاد؟ لا تكون بتعرف شي زكو؟ لا والله يا اغا، انا هلا عم بضرب القصه منك. بعد ما شفتك امبارح رحت دغري على البيت وما طلعت. لا يكون هذا الدكتور التركي هو اللي خطف ابني. هالشي مستحيل، مين بده يسترجي يخطف ابنك؟ دكتور ما بيعملها. ايش هو مجنون؟ لك والله رح يجنني، وين راح الصبي؟ خلص طول بالك، بلكي فكر حاله تحسن وطلع لبرا، بجوز قفيله بشي قرنه، يعني كل شي وارد. استناني شوي، رح جيب الجاكيت واجي ادور معك. روح بسرعه يلا، واقف لقلك. نعم اغا. خير. هذا العسكري التركي لسه قاعد عندك؟ ان شاء الله بكره رح يسافر. ما وافقت تعطيه بنتك ما؟ لا طبعا يا اغا. ايه كتير منيح. والله ما يعرف انه الدكتور هو يلي خطف يزن لحتى يقتله ويعمله عبرة لكل البشر. شلون بتجيبه بدون إذن أبوه؟ هي عملة بتعملها؟ ما كان قدامي غير هالحل. حرام وضعه كتير صعب. خلينا ناخذ الولد ونسلمه لأبوه، هالشي ما بيصير. بس الولد إذا ما ضل هون وتعالج لمدة 10 أيام الولد بيموت. جدي كلام الدكتور مزبوط، المسكين وضعه كتير صعب، إذا ما تعالج رح يموت. ليش ما عم تفهموا علي؟ تعرف شو رح يصير إذا أجا عمر ولقى ابنه هون؟ أنا متأكد إنه رح يأذيك، هذا واحد مجنون. المهم إني أنقذه للصبي، ومو فرقانة معي اللي بده يساويه. غلط يا ابني، هذا الولد ما بيصير يضل هون. إيه معك حق، لازم ما يضل هون. أهلين بنتي، تعي. أنا آسفة عمو لأني قاطعتك، بس فكرت بالقصة ولقيت إنه طارق رح يكون بخطر طالما الصبي هون. الحل الوحيد إنه ننقله لغير هالمكان. مزبوط، لأنه إذا عرفوا بالقصة ما رح يسكتوا أبداً. صباح الخير يا جماعة. عنا شغل كتير، ما هيك ديالا؟ تعي حنان، تعي معي. شو بكي؟ ليش هيك عم تطالعيني؟ ما شفتي إنه الدكتور عنده شغل يعني؟ بس مو شايفة مرضانين عنده؟ بده يحكي مع جدي موضوع مهم. بالله عن جد؟ مدام هيك زينب شو فوتها لجوا؟ كنا رح نطلع قبل ما تجي. شو بدك من الدكتور؟ أنا فيني ساعدك بشي؟ راسي عم يوجعني، بدي اياه يفحصني. بكفي بقى، وبعدين مع هالقصة لسه كل يوم تجي لهون وبتقولي راسي عم يوجعني. شو تفضلتي ديالا خانم؟ قصدك انه انا عم كذب؟ يلا انا مريضة وبدي الدكتور يفحصني. ماشي حنان ماشي. تفضلي خدي حبة من هذا الدواء رح ترتاحي عليها. يلا حبيبتي إن شاء الله معافاية. طب ليش عم تقلعيني وزينب بتضل؟ أنا ما أجيت لحتى أشوف الدكتور، جيت لحتى أحكي مع ديالا. وتاركة المدرسة بس مشان تحكي معها؟ أنا حابة أخذ رأيها بشغلة. وفيني أعرف شو هالشغلة؟ إيه بقى لسه بدك تحشري أنفك بكل شغلة؟ الله معك. إيه يا ماشي بخاطركم. يلا حنان يلا. العمى شو حشرية؟ بسيطة لكان، أنا عم تقلعوني؟ في شي صاير معهم أنا متأكدة، ما رح حل عنهم لحتى أعرف. إذا حابة تشوفي الدكتور ارجعي. ليش بقى ما هون؟ لا ليكو جوا بس مشغول. ايه مو مشكلة، برجع المساء. مشغول؟ تقبر قلبي، المهم انك رجعت بخير وسلامة. ألف الحمد لله يا رب. طيب منخبي الولد عنا بالبيت، هونيك منكمل علاجه. فكرة معقولة، مستحيل يخطر لهم هالشي. أنا برأيي مالنا مصلحة نخبيه هونيك. عم إبراهيم من كبار الضيعة، إذا دريوا إنه يزن عنده فأكيد رح تعلق حرب بين الضيعتين. إيه والله مزبوط يا ابني، بهي معك حق، والله مو ناقصين مشاكل. ناخده لعنا على البيت، أصلاً أبي ما رح يحكي شي، بس يمكن عمي رشاد يعصلج.
إذا حكيت معه أكيد بيقتنع. شو جدي، شو رأيك؟ أنا موافق، بس أصحكم تقولوا لحدا إنه خبينا الصبي هنيك. وأنت يا ابني دير بالك، والله خايف يصير لك شيء. ما في حدا بالمنطقة. طيب تعال. كل شيء تمام. يلا شوف شغلك بديع. خلي عيونك مفتحة. رشا، جود، تعالوا معي. حاضر. هون بدنا نعسكر. يلا افردوا اغراضكم، وانت خليك عم تراقب. حاضر معلم. تعالوا معي. مين انت ولا؟ ساعديني يا اختي، مشان الله لا تتركيني موت. شو قلت؟ شو صاير لك؟ عم ينزل لك دم. تعالوا بسرعة، في ولد متصاوب. يلا بسرعة. سمعتوا؟ شو صاير؟ تعالوا في ولد متصاوب. شو عم بيصير؟ بعدك ولا؟ شو هذا الولد؟ انت مجد ما هيك؟ بتعرفوه؟ ايه، هذا الولد من ضيعة فارغنيز. جرحه كتير كبير زيدان. طيب احملوه لجوا. يلا بسرعة. تعال يلا يا شباب، يلا خليك برا. يلا. أنا راجع على المستوصف ديالها. طيب دكتور ماشي. إن شاء الله عمك يقبل. طالما بابا رضي أكيد هو والشيخ إبراهيم رح يقنعوا لعمي. تفضل. يسلموا ايديك. صحتين وهنا. بخاطركم دكتور، آسف على الإزعاج. خليني وصلك على الباب. يلا يلا. طالما الولد وضعه صعب ليش جابوا له؟ يسلموا. شو فاتحين مشفى؟ رح فهمك. أبوه للولد عمر آغا مو رضيان يعالج الولد دكتور تركي. قام الدكتور شو ساوى؟ أخذ الولد بدون معرفة أبوه ليعالجه. شايف، والله الدكتور طارق ما في منه، مع إنه عمر قلعه بس هو رح يعالج ابنه. يا الله يكسر ايديه على هالعملة. يعني خطفوا للولد ما هيك؟ أستغفر الله. أنت ليش ما عم تفهم علينا؟ يا أخي أنا ما بصدقه لهالزلمة. في أبي بيرضى إنه ابنه يموت؟ رشاد، شبك هلا ما تعرفوا عمر آغا؟ هاد واحد جاهل، لك ابنه رح يموت وهو ولا هامه. يصطفل الولد ابنه. عمي أنا بعرفك قلبك طيب، ما رح ترضى إنه ولد صغير يموت، ما هيك؟ أكيد ما بيرضى. مو هيك أخي رشاد؟ إيه طبعا ما برضى. وهالموضوع لازم يضل سر بيناتنا، يعني إذا عمر آغا دري بهالشي رح يجي لهون ويعملنا مشاكل، وأول ما يتحسن الصبي رح نرجعه. والله حرام، هو هلأ بحاجتنا ما لازم نتخلى عنه. يعني أنت موافق إنه الولد يضل عنا، ما هيك عمي؟ طيب ماشي موافق، يعني شو بدي ساوي؟ لا هيك ما بيمشي الحال، حكيك هاد ما بيطمن. لكن شو بدك؟ بدي إياك تحلف يمين. إيه هي وقفنا النزف. يلا اطلعوا لبرا مشان يرتاح الولد. يلا يلا امشوا. يلا يا حليل لحقوه. رويدة، يلا يا شباب اطلعي لبرا. طيب كيف وضعه هلا؟ ما بعرف. يلا شباب يلا. مجد، مجد، قوموا لا. لا ما راح يصحى. قوموا لا، قوم. ركز معي شوي لشوف شو اللي صار. لك قل لي وين الأمانة؟ زيدان، هذا أنت يا أغا؟ إيه هذا أنا. أنا رح موت، ما في أمان. ولا أمي لا تقلق. لك هلا اتركني من أمك. قل لي لشوف وين الأمانة. يلا. ولك ما تحكي. زيدان اتركه. مجد يلا احكي لنا شو صار، وين هلأ الأمانة؟ احكي لنا مشان نعرف نتصرف. أنا أخذت الأمانة ورحت مع نوري
وعلى الطريق بعد ما مشينا مسافة تعبنا كتير وقررنا انه نرتاح. وقفنا لنرتاح وبعدين رجعنا كملنا طريقنا. مشينا شوي قاموا عوصونا. نوري ما تحمل. اجوا لعنا وشافونا قاموا لقوا الشنطاية اخذوها وراحوا. كنت عامل حالي ميت مشان هيك تركوني وراحوا. هاي كل القصة اللي صارت معنا، حكيت لك اياها بحذافيرها. يلي هاجموكم كانوا عساكر؟ ساعدني يا اغا. جاوب على سؤالي ولا؟ اللي هاجموكم عساكر ولا لابسين بدني؟ ما كانوا عساكر ابدا. يمكن غوطن. فيه على اللي سرق الشنتاي. يا ترى مين هدول؟ طيب استنى ليصحى لنعرف مين هن. إذا مو عساكر مين لكان؟ مين ما كانوا يكونوا اللي قوصوا مجد عساكر. الكل بدهم يعرفوا هيك، فهمتوا؟ ما في مشكلة أبداً، بس عمي معصلج شوي. كتير منيح. وانت خليك جاهز ومركز أمورك. هي تكرم عينك. رايحة على المدرسة؟ ايه رايحة. شو القصة؟ هدول كلهم مجتمعين هون والدكتور جايب معه أدوية. الظاهر إنه في شي مخبيينه. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أهلين يا بنتي. تفضلي عيني عيني. حبيبتي. قلي شو أخبارك عمو رشاد؟ خير، ليش جاي لعنا؟ ولا شي، حبيت أمرق وأطمن عليكم. بس إذا ما بدك شي ما بتجي لعنا. يلا احكي لشوف حاسس في بتمك حكي. والله أنا ما عندي شي أحكي أبداً. أنت احكي لي شو في. حاسة إنه بيتكم مو طبيعي على كل هالعجقة يلي فيه. بس أنا حالف يمين ما بحكي. كرمال الله احكي لي يا عمو، يعني مين رح يعرف إنك قلت لي؟ حاجة تنقي يا بنت. أنا ما راح أحكي، لكن الأولاد عرفانين شو القصة. يلا يا حبيبتي شو صار؟ دكتور مهرب ابنه لعمر آغا. ومو بس هيك، الدنيا قايمة قاعدة. بالله شو؟ بابا بابا شو صاير؟ شوفي يا بنت، وقفي شوي، راح تكسر الباب لك بنتي. تعرف عمر آغا؟ أنو عمر آغا؟ تبع ضيعة فارغنيز؟ ايه هو. شو صاير معه؟ هو مو صاير معه شي، الدكتور طارق تبع ضيعتنا ايه خاطف ابنه الصغير للآغا وجايبه لعنا على الضيعة. شو؟ ايه. شو جن هذا؟ ليه خاطف الولد؟ قال الآغا ما عم يخليه يكشف على ابنه، لهيك هو خطفه. لا عم على هالدكتور شو انه مجنون؟ اجدب يعمل هيك عمله؟ وين كان مخه هاد؟ ايه والله، بتعرفي شو راح يصير؟ بسبب هالدكتور هذا راح يهد الضيعة على راسنا. اخ من اخ. خير حنان، شوفي شو صاير للدكتور؟ شو بده يصير له يعني؟ وقفي حنان، لا تكسبي علي، انت اكبر لتاتة بهالضيعة. يلا احكي لي وخلصيني بقى. بس ولا بس يا اولاد حاجة بقى. هلا بقوم وبيت والله سرقتوني حاجة. زلمة اصلا شو انت صاير شاطر لكم؟ بالحكي. يا الله. بس استغفر الله العظيم. يعطيك العافية بابا. أهلين الله يعطيك بالشباب والله. العافية. يلا عادوا. شو أخباركم يا أولاد؟ ناح الحمد لله. خود هي الله يعوض خرجيتك عليك. وهي الله إلك يعوض كمان. يلا روحوا اشتروا،
حاضر بابا. لا تطولوا، تعالوا تغدوا بالأول. لا تردوا على أمكم، يلا. يعني عجبتك حالة الأولاد؟ من شو بتشكي حالتهم؟ قاعدين بالبيت لا شغلة ولا عملة. قعدوا، شو فيها؟ بس صاروا شباب، انت عم تنزعهم، بدك اياهم يطلعوا فاشلين؟ أنا عرفان لوين بدك تصلي. ايه منيح، بس ما عم ترد. أنا أولادي ما ببعتهم على مدارس الحكومة، فهمتي؟ يعني لا مدرسة ولا شغل؟ ما رح تفرق معك. بس نهاية هالولاد اطلع على الجبل. حاجة بقى تنقي وتوجعي لي راسي. بس انت ما تعذبت بهالولاد ليطلعوا إرهابيين. خراسي وسدي حلقك. كأنه في حدا دق الباب. مين؟ أنا المختار محمود. أهلين مختار، قل لي شو بدك؟ في شغلة بس الموضوع ما بيخصك. قل لي شو صاير؟ عندي خبر كتير مهم عن عمر آغا. لازم اتحرك لأنقذ ابني. قلت لك ما تورجيني خلقتك. أنا جاي أشوف الدكتور. بس هو مو هون، نلي. كل الناس بيعرفوا إنه الدكتور عندك، بس أنا أذكى من إنك تضحك علي. يلا اطلع ناديله. ولك أنت ما بتفهمي، يلا. اترك إيدي وبعد عني. دكتورة عم تسمعني؟ لا تخليني أضربك. بعد عني. نلي. يلا قيم إيدك. يلا. تضربي أنت والدكتور. هذا اللي كان ناقص والله. يا حوينتو فيكم. حسان يا ابني، إن شاء الله ما يكون وصل الخبر لعمر آغا. العمى وين راح يكون راح الولد؟ شي بيجنن. يا آغا، لقيتوني ابني؟ والله دورنا بكل محل وما لقيناه، ما خلينا حدا وما سألناه. يا زن اختفى يا آغا. شلون يعني ما لقيتوه؟ لبولي الضيعة، يلي بعرفه بدك تلاقي لي ابني. يلا روحوا من هون. يا أغا، أغا. هلا ماني فاضي لك، روح من هون. أغا، ابنك يزن. يزن؟ ابني؟ وينه؟ تعرف إنه يزن خطفوا الدكتور تبع ضيعتنا يا أغا؟ متأكد من الحكي؟ كيف بيتجرأ الدكتور بيخطف لي ابني ها؟ لسه واقفين؟ جهزوا لي حصاني. والله لخليه يشتهي الموت وما يشوفه. شو ما بيعرف مع مين علقان؟ ما خطفوا يا آغا، أخذوا مشان يعالجوا. يعني أنا بعرفه مستحيل يعمل هيك شيء. شو عم تدافع عنه؟ اسكت. قلع. خفى شوي دكتور، مو بأيام كثير ليجوا. يلا امشوا امشوا. يلا تحرك ورا يلا يا شباب، يلا تحركوا. خير شوفي، بينتك متعلق بالبنت. ما قلت لك عندي خطة لرويدة؟ طيب وشو هي هالخطة؟ ها؟ مين هذا الولد؟ اسمه مجد، ولد مسكين بيخدم التنظيم وبيقدم لنا المساعدة. طيب مين وليش مقوصينه؟ برأيك مين بده يكون؟ طبعا العساكر. ماشي. طيب شو بدهم من هالولد المسكين؟ إذا بدك أنت اهتمي بالولد، المسكين قربت نهايته. بده يموت يعني؟ على الأغلب. بديع امسك. شو صار، صحي الولد؟ لسه ما صحي. لو نعرف مين هالبني آدم يلي سرق الشنتاي وقتله لمجد. تعطوه مخدر للصبي عشان يتحسن، ما بدي يصير له شيء قبل ما يحكي. وهو هيك. قومي انت. يلا. امسكي.
لا تضربوني، والله أنا مالي ذنب. لا تضربوني، اتركوني اتركوني. طيب لا تاكل هم، أنا هون. مين أنتِ؟ ناديلي رويدة. الله يخليكي، ما بدي موت، مشان الله ساعديني. لا تاكل هم، أنا جنبك. شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم، يا شيخ إبراهيم. خير، شوفي يا بنتي. دكتور طارق واقع بمشكلة ولازم نساعده، خاطف ابنه لعمر آغا. طيب انت من وين دريتي؟ عرفت بالصدفة من حنان. طالما حنان عرفت، أصبح ما ضل حدا بالضيعة ما سمع بالموضوع، وأكيد الآغا على الطريق. لازم نخبر الدكتور فوراً. يمكن هذا هو عمر آغا. انت خليكي بعيدة. يا أهلا وسهلا بعمر آغا. مو جاي زيارة يا شيخ إبراهيم، دكتور طارق خطف لي ابني. هذا مو اسمه خطف يا آغا، انت بتعرف أخلاق الدكتور منيح، مستحيل يكون هيك نيته، هو أخده مشان يعالجه. بس أنا هذا الحكي ما بينفع معي. يلي بعرفه إنه أنا الدكتور خطف لي ابني من نص بيتي، ويكون بعلمك أنا ما رح أسكت له أبداً. الآغا ما حب يساوي شيء أبداً قبل ما يخبركم. عمر، اطمن ابنك بخير، بس الدكتور طارق ضيف عنا بالضيعة، يعني هو أمانة برقبتنا، وبتعرف منيح نحن ما منخون الأمانة، هي عاداتنا. لا تزعل مني، ما رح أخليك تقرب عليه. وضعه سيء كتير، الولد بحاجة لعناية. طيب ما في عنا غير هالحل يا دكتور؟ على الأقل بده 10 أيام معالجة بالمضادات الحيوية، وإلا رح يمرض بزيادة ويموت. صحيح حكيك، بس ما فينا نخليه هون. عم قلكن إنه مخطر ورح يموت. شو طالع بإيدنا؟ أنت عملت يلي عليك، بس الآغا مصر ياخده معه، يعني أنت بتعرف منيح إنه الآغا مجرم ومو فارقة معه حدا، يعني ما بدنا نجيب المشاكل لضيعتنا، شو بك ساكت؟ ايه والله شيخنا عم يحكي صح. عمر آغا واحد مجنون، بيقتلك وما بتفرق معه. أحسن شيء إنك تقصر الشر، يعني يلي فينا مكفينا، صح؟ القرار بيرجع لك، بس لازم تحط براسك أهل الضيعة كمان. ساعدوني، بدي ابني. يا حرام، مسكين هالولد. بدي ابني. ليه؟ الله يخليك يا دكتور، ساعدني، بدي طيب. يلا يا ابني خلينا نسلم الولد لأبوه ونخلص. عمر آغا وضعه سيء كتير، لازم نعالجه. بس أنا ما بخليك تعالج لي ابني، وأنت بتعرف هالشي كتير منيح. لازم تشكر شيخ إبراهيم، لأنه لولا كنت متت. شوف دكتور، لا تفكر انه مرت على خير. ولك من امتى كان الواحد يخطف الثاني مشان يعالجه؟ قل لي من امتى؟ ما تحكي، ابنه وحر فيه. بس هذا واجبي انه ساعد كل انسان مريض. انا قاعد هون مشان المرضى، ولا تنسى اني وقت سلموني الشهاده اقسمت اني ساعد الناس ولو كان الثمن غالي. ابني، لساتك مثل ما انت، ريتك تقبر قلبي.
أنا ما بحب الشخص الجبان. كوني أقوى. بس أنا تفاجأت فيك. طمنيني تحسن الولد. وضعه كل مانه للأسوأ. شفتي العساكر شو عم بيساووا؟ ما في بقلبهم رحمة منوب. بس مشان تعرفي إنه الشيء اللي عم نعمله ماله غلط. ايه والله حكيك صحيح. رايحة أجيب مي. ماشي. طيب ماشي، أنا فهمت عليك مثل ما بدك. لا ترجع، استنى خبر مني. طيب لا، الله ييسر لك، مع السلامة. عمي حميد؟ خير شو في؟ قال لك شي مهم حمد؟ خلص انت لا تكلي هم، بس بدي اتشكرك لانك خبرتيني. رشاد اغا، شو رايك بفنجان قهوه؟ يسلم وما في داعي. الله يسلمك. طمني، عارف شي حمد؟ الضابط مصطفى خدم بمنطقة بهالضيعة مثل ما قال لي. ليش بهالمنطقة كان في مخفر يا مختار؟ حسب معلوماتي أنا كان في مخفر بضيعة فارغنيز، أما معناته عمر آغا أكيد لازم يعرف أبوه للدكتور. الولد كتير مرتفع حرارته يا آغا. بلكي هالدكتور كان ممكن يعالجه لابننا. لك اسكتي بقى، اسكتي. الله يرضى عليك، دير بالك ماشي؟ يعني ما شفت الضيعة؟ نحن ما بدنا اياك تتأذى يا ابني. ايه والله معك حق. وهذا الزلمة يلي راح يوصلك على المخفر ماشي؟ ماشي بابا. طيب ان شاء الله توصل بالسلامة. روح الله ييسر لك. عم استناك بالمخفر ماشي؟ ان شاء الله عن قريب. سلم لي على كل الشباب وبوس لي اياهم. تكرم عينك. هات ايدك. شرف. الله معك. ايه والله اليوم تعبنا كتير. خالو زكو استنى شوي. خير ان شاء الله. خير، شو صاير؟ الاغا بده اياك. ليش جابوا الولد؟ ايه قبل شوي. انا رايح اشوف الولد. لا تطول. يلا اطلعي. يا اغا الحمد لله على سلامته، ان شاء الله الف مبروك. مو على اساس بدك تشوف لي اصله وفصله لهالدكتور؟ عم دور يا اغا، الشغله ما أنا سهله مثل ما انك مفكر. كيفه يا زين اغا؟ ان شاء الله تحسن. طيب شو بتخسر اذا عالجه الدكتور؟ لك فهم، انا قلت لا يعني لا، ما بيفوت على بيتي واحد تركي. طيب مو هو اللي عالجه لزيدان؟ العمى شلون راحت عن بالي، نسيت شو وصاني زيدان. رمزي امرني اغا. بدي اياك تروح على ضيعة صاصة وتجيب لي معك رئيس عشيرة غوزلجي والشيخ ابراهيم. قل له الشغلة ضرورية كتير، لا ترجع له هني معك. امرك اغا. زكو. نعم يا اغا. روح قل لهم يبلشوا التحضيرات، لأنه ما حلو نقصر بحق ضيوفنا. أمرك يا أغا. أغا يا أغا، إجاك ضيوف من ضيعة صارصو. السلام عليكم أغا. وعليكم السلام. ذكرني؟ معقول انساك؟ أنت أخوه لرشاد، تفضل وارتاح. لا ما في داعي، بدي أسألك كم سؤال، بدي أرجع الضيعة قبل ما تعتم العين. معقول يا حميد آغا؟ على القليل ارتاح شوي. تسلم يا آغا تسلم. تفضل لهون، تفضل. جوعان شي؟ لا، بدي فوت بالموضوع دغري، بخصوص الدكتور يلي عنا. ما ارتحت بالمرة لهالدكتور. انت بس اسمعني آغا، هذا الدكتور كان أبوه ضابط وتوفى من فترة، اسمه مصطفى. مو بس هيك، كان يخدم عندكم بهي الضيعة، بتعرفوا شي؟
لا ماني سمعان باسمه ابدا. بس اذا بدك المختاري اللي كان وقتها اكيد بيعرفه، ومشان ما تدور عليه على الفاضي وهو ساكن بغير ضيعه. عمر اغا فينا نلاقيه؟ طبعا فينا نلاقيه. يعني مدام ابوه لهالدكتور خادم بيت ضيعه اكيد بنلاقيه. لكن كان ضابط، ما معناتها هيك رح نعرف من وين الدكتور. صار فيك تقوم يا بطل. اطمني صحته كل ما عم تتحسن. يسلموا ايديك طارق، يسلموا عن جد. في كم دواء جداد لازم ياخذهم. يلا حبيبي انزل. طارق طارق، خير فيك شي؟ باين عليك تعبان، لازم تروح على البيت وترتاح. زينب عم تحكي صح دكتور. يلا امشي، منروح منوصل ايام على البيت وبعدين بتروح على بيتك. ايه والله معكن حق، احسن شيء ارتاح. مشان الله لا تواخذيني، درتي بالك عليه وكأنه ابنك. بتعرفي وضع البيت عندي، ما كان عندي وقت اني اجي، فضلتي على راسي. معقول هالحكي ام ايهام؟ هذا واجبي. مسكي هي ادويته. يسلموا. يلا يا اولاد، يطول عمرك يا دكتور، الله يقويك على فعل الخير. الله يحمي لك ياهن. يلا يا اولاد. إذا بصير شي خبريني ديالا. يا ريتني زينب حتى لو طلع معي سرطان.